تنبيه مهم جدا لكل الناس اللي داخلة على منصة مصر الرقمية تحجز كراسة الشروط. حضرتك لازم تبقى فاهم وعارف الصبر وعدم التسرع. الموقع ابتدى يشتغل بشكل كويس، بس لا داعي هتاخدها تركنها جنبك بداية دفع. ما انت لازم لما هتيجي تتعامل على الموقع مهم ان انت تسجل نفسك على الكراسة. طبعا، لان ده اللي ممكن يظهر بياناتك في البريد عشان تقدر تدفع جدية الحجز، ولكن يخليك تخش تتسربع؟ لا يا فندم، كده يبقى انت غلط. دي حاجة. هتنزل كراسة الشروط. المهم في كراسة الشروط دي كلها هما ورقتين، والباقي كله معانا بقاله اسبوع. هما ورقتين: الاقرار والاستمارة. هما دول بس. الباقي كله عملية روتينية مفروض ما كانوش عملوها بالطريقة دي. وليه مصممين على الإقرار؟ وليه مصممين على بجد تفكير عقيم جدا جدا من صندوق الإسكان الاجتماعي؟ يا فندم، ما انت بتخليه يقر بالإقرار على الموقع. ايه لازمة ان هو ما هو انت حاطط من ضمن بنود الموقع عندك ان الاطلاع ده ليه الحقوق القانونية وعدم القضاء وعدم. ايه لازمة الإقرار؟ طب ما هو بيختار مع الموقع وانت مسؤول عن اي شيء بتختاره على الموقع. ايه لازمة الكتابة؟ ايه لازمة الورقة الاستمارة؟ ما هي الداتا كلها على الموقع. ولكن احنا للأسف بنتعامل بنفس عقلية انا كده، واللي عايز يعمل يتعامل معايا يعمل. حاجة غريبة وفكر غريب. اشمعنى صندوق الاسكان الاجتماعي اللي بيعمل كده؟ ما هو البلد فيها 5000 طريقة حجز. صندوق الاسكان الاجتماعي بس هو اللي بيعمل الطريقة دي. بغض النظر، خلاص هو اقر النظام واحنا مضطرين نلتزم بيه. انت في الكراسة دي كلها اللي يهمك ورقتين. طبعا وبنشكرهم ان هم خفضوا ثمنها، بدل 300 جنيه خلوها 150 جنيه للناس اللي هي تكميل. حضرتك الاقرار هتطبعهم، تملاهم، تصورهم وتخليهم معاك. تروح البريد ان شاء الله بالبطاقة. بالبطاقة. حضرتك تدفع جدية الحجز اللي هي 50,000 جنيه، والمصروفات الإدارية ومصروفات البريد تدفعهم ويبقى معاك الوصل. تحط الحاجات دي كلها مع بعض مع الأوراق اللي محتاجة تتغير. طب واحد يقول لي طب ما أنا ما أعرفش الأوراق. ما هي دي بقى اللي بيفرق بقى. ما هي دي فحص الأوراق ده. أنا أعتقد إنه أهم حاجة الواحد بيقوم بيها، وأكتر حاجة ممكن الواحد تكون بتميزه عن غيره. ولكن طبعا هل انت لا عادي، قوم بالقصه كلها ما فيهاش مشكله، يعني الموضوع مش صعب. بس انا عليا ان انا انبهك ان مفيش اي افضليه لاي حد هيحجز معانا لغايه يوم وبعد كمان يوم 28 تخش تحجز كراسه. عادي، هتفضل متاح ان انت تحجز كراسات لغايه 28/8. اشتريت الكراسه من على النت، حملتها، انت محتاج منها خساره هتروح تطبع ده كله اكتر من 50 ورقة. ليه؟ لا، لما تيجي تطبع اطبع الورقتين دول الاتنين بس، وتوقع عليهم وتملاهم وتحطهم زي ما قلنا مع مع اهم ورقة: ايصال جدية الحجز وايصال السحب. وطبعا ما يحتاج تعديل في اوراقك. كل الناس اللي هي بتتابعني تخلي بالها من الكلام اللي انا بقوله ده عشان ما تقعش في مشاكل، وعشان ان شاء الله يكون التوفيق حليفها. وان شاء الله نعدي الاعلان ده
أغلبية المستحقين لشقق يحصلوا على الشقق بتاعتهم. أتمنى إن شاء الله إن شاء الله. يعني أنا دايما كده في الحاجات اللي زي كده بقدم الخير. ممكن ما تبقاش الفرص كبيرة، ولكن احنا لازم ايه نقدم الخير ونعمل اللي علينا والباقي على ربنا. اتمنى يا رب اكون فعلا نبهتك لحاجة. ممكن ناس بيمشوا في موضوع سياسة القطيع، الكل دخل على الموقع يعمل الكراسة، الكل دخل على الموقع مش عارف يعمل ايه. يا جماعة نهدى كده ونركز. مفيش في الاعلان ده اسبقية، الاعلان ده بالاولوية. فنركز كده مع بعض، وربنا يوفقكم جميعا ونشوفكم دايما على كل خير. شكرا ليكم والى اللقاء كل متابعينا الكرام.